اوعى تدوس على اي عنكبوت وانت ماشي، لانك ممكن تتسبب في انك تطلق سرب من العناكب الصغيره. في بعض انواع العناكب اللي مش بتحط البيض بتاعها على شباك، ولكنها بتشيل البيضه الكبيره وتمشي بيها. البيض ده مجرد ما هو بيفقس بيطلع العناكب الصغيره وتقعد على ظهرها عشان الام تاكلها. فلو انت وانت ماشي دوست على العنكبوت الام موته، العناكب الصغيره هتبتدي انها تجري في كل حته، وده هيتسبب في المنظر المرعب اللي انت بتشوفه. لو انت حد خطفك وحطك جوه شنطه العربيه، اول حاجه دور عليها مفتاح الامان اللي بيكون موجود، ده يسمح لك انك تفتح الشنطه وتهرب. طب لو ما لقيتوش، هتحاول انك تزق الكنبه اللي ورا، وساعتها هتتفتح هي كمان. لو لقيتها ما اتفتحتش معاك، حاول انك تكسر الفوانيس بتاعه العربيه برجلك، وده هيسمح لك انك تعمل فتحه تطلع منها ايدك وتنده وتستغيث، فالناس اللي على الطريق ممكن يسمعوك. لو كل البشر موجودين على الكره الارضيه عملوا بومبا في نفس اللحظه، طبعا انت متوقع ان هيحصل انفجار اشبه ما يكون بالقنبله النوويه. عشان تبقى انت فاهم، الغازات اللي بيطلعها الانسان من بطنه بيكون فيها غازات قابله للاشتعال فعلا. ولكن بالرغم من كده، لو ال8 مليار بني ادم وقفوا في مكان واحد وكلهم في نفس اللحظه طلعوا بومبا، التاثير بتاع الموضوع ده هيكون شبه غير ملحوظ اصلا. كل اللي هيحصل ان الريحه تبقى وحشه جدا وهتسمع صوت عالي. الطفيلي ده بيدخل جوه السمكه عن طريق الخياشيم بتاعتها، وبعدين بيمسك بالمخالب بتاعته في اللسان بتاعها، وبيبدا ان هو يقطع الاوعيه الدمويه اللي بتوصل في اللسان لحد ما اللسان بيقع. بعدين هو بيبتدي ان هو يقدم نفسه شويه قدام عشان يحل محل اللسان، وبكده السمكه كل ما تيجي تاكل هو بياخد جزء من الاكل اللي داخل لها ويفضل عايش على كده، وبيفضل مستمر طول حياه السمكه لحد ما السمكه تموت. تعال نجرب ان احنا نبني مصعد بيوصل من الارض لحد الفضاء فوق. اللي هيحصل ان المصعد ده من كتر ما هو طويل، الارض هتكون مثبتاه بفعل الجاذبيه الارضيه كانه ناطحه سحاب، ولكن عند وصوله لارتفاع معين الوزن هيبقى تقيل جدا لدرجه ان هو هيبتدي يميل يمين وشمال. لكن لو احنا فضلنا مكملين وطلعناه بره في الفضاء، وبقى الجزء اللي بره الكره الارضيه يعني يكون وصل ارتفاعه ل 35 كيلو متر، ساعتها هيبقى في قوه موجوده في الفضاء بتشد العكس. فمع وجود قوه الجاذبيه الارضيه والقوه اللي موجوده في الفضاء، المصعد هيبقى مشدود من الناحيتين، وده هيخليه متماسك وهيخلي السفر فيه شيء امن جدا.